جالي تعليق كان مهم جدا ان انا ارد عليه. كان في حد بيسأل بيقول ازاي ان انا هستفاد من الخيوط بتاعة الشكاير دي في شغل الكونكريت او في شغل الجبس. قبل كده عملت فيديو ووضحت فيه ازاي هنقدر نستفيد بيها من خلال شغلنا مع الاسمنت. النهارده باذن الله هيكون معنا فكرة جميلة جدا ونموذج هننفذه مع بعض، ولكن اهم شيء تصلوا على حبيب وحبيبكم صلى الله عليه وسلم في التعليقات، وكمان تدعوا لاخواتنا ربنا ينصرهم عاجلا وليس اجلا يا رب العالمين. اول حاجه زي ما شفتوا احنا بنبدا نجيب الشكاره اللي معانا وبنبدا نطلع منها الخيوط، وبعد كده جبت العلبه دي كانت موجوده عندي، ابتديت ان انا اعزلها الاول باستخدام الزيت. انا هنا استخدمت معايا الاديبوند ده لو متاح ماشي، مش متاح مفيش مشكله. انا بقالي فتره بستخدمه كويس جدا وبيعمل تماسك قوي جدا مع الخليط اللي انا بستخدمه. انا هنا بستخدم بكل بساطه الجبس على الميه وبكون حاطط عليهم شوية أديبوند، وزي ما قلت الأديبوند ده اختياري. بعد كده ببدأ بقلب كويس جدا، وأهم شيء في الشغل ده التقليب. وطبعا خدوا راحتكم أدام انتوا شغالين صح، بمعنى إن انت بتحط الجبس وبترشه واحدة واحدة على المية، فهو بيغيب شوية يعني مش بينشف بسرعة أو بيشك بسرعة. برش قليل من الكحول علشان لو في بابلز يطلع وما يبقاش فيه هوا في الخلطة، فبالتالي تطلع إن شاء الله الفينش جميل بإذن الله. بعد ما بخلص بجيب برضو القطعة اللي انا عملتها دي بتاعت الشكارة، القطعة اللي هي البلاستيكية دي، وببدأ ان انا احطها في منتصف الخليط اللي انا بشتغل بيه. ايا كان النموذج اللي هشتغل بيه هنفذ بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي. طبعا القالب ده بيكون سميك شوية، في حاجات بتكون ضعيفة، فانا طبعا بركز بحيث ان هو يكون القطع دي تكون في منتصف القالب اللي انا بعمله او في منتصف النموذج اللي انا بنفذه باستخدام الجبس او باستخدام الجبس والاسمنت او الاسمنت لوحده. ايا كان الخليط فهو يبقى معايا تمام التمام. بعد ما بخلص برضو بديله رشة كحول خفيفة كده علشان لو في اي بابلز او هوا يطلع، ويكون الدنيا معايا تمام بإذن الله. الشغل ده ممتاز جدا جدا يا جماعة وبيعمل تماسك قوي. طبعا الشكاير دي بتكون متواجدة، انا كان عندي كذا شكارة فلقيتهم في الشمس، فقلت طبعا الشكاير دي لو فضلت في الشمس ما هي هتبوظ، فاقدر استفاد منها. فطلعت الشعر بتاعها ده كلته وابتديت ان انا اشتغل بيه زي ما شفتوا. بعد ما بخلص بعمل تسليح للشكل، انا بحط كل قطعتين جنب بعض، وبعد كده بعمل الخليط ده. هقول لكم الخليط ده اسمه ايه وبيتعمل ازاي. بكل بساطة حضرتك بتجيب شوية معجون حوايط وبتجيب عليهم شوية غيرة أبيض، وبتزودهم يا دوب معلقة واحدة من الأسمنت الأبيض، وبتبدأ إن أنت تقلبهم كويس جدا جدا. وبعد كده بتجيب قطع الحديد دي وبتبدأ إن أنت تحطها بنفس الشكل كده علشان تعمل ربط بين الاتنين في بعض، فبتمسك بشكل قوي جدا جدا. ممكن على فكرة تشرخ مكان الحديد ده وتبيتهم في الشكل برضو، مفيش مشكلة، ولكن أنا شايف الموضوع مش مستاهل يعني. هي كده كده هتمسك كويس جدا، لأن هي كمان لسه هتاخد طبقة علشان هيتجمع الأربع قطع دولت جنب بعض علشان يكملوا الشكل اللي احنا هنعرضه لحضراتكم في الآخر. ميزة الخليط ده بقى يا جماعة حاجة ان هو مش بينشف، يعني انت بتحطه على الجبس، طبعا بترش شوية مية الاول ده اساسي علشان يمسك، وبعد كده بتبدأ ان انت تحط الخليط ده. الميزة بقى يا جماعة ان هو مش بينشف زي الجبس، لكن لو حطيت الجبس بمجرد ان انت تبدأ ان انت بس تحرك المعلقة كده فبينشف بسرعة. لكن الخليط ده بيقعد بالظبط حوالي 6 ساعات عبال ما ينشف، ودي ميزة كويسة جدا ان هو بياخد راحته ومش بيشك بسرعة، فبالتالي بيمسك بشكل قوي جدا. هنا برضو ابتديت ان انا اجمع كل اتنين في بعض بنفس الشكل، طبعا بيكونوا على زاوية قايمة علشان خاطر يبقوا مظبوطين وبيبقى تمام التمام، عشان لما اجي اجمع الاربعة ببعض يبقوا مظبوطين وكله مظبوط بإذن الله. هنا هوت طبعا انا هنا بثبت بس بشكل يعني ايه مؤقت، لان هي كده كده بعد كده بتاخد طبقة من الجناب. يعني الجنب ده انا بديله طبقة يا جماعة. هنا الاول انا بعمل الارضية، وبعد كده ببدأ ان انا اظبطها واسويها، وبدي طبقة في الجنب. الاربع جناب دول بياخدوا من الداخل طبقة علشان يبقى كله ماسك في بعضه وكله تمام. بسيبها تنشف براحتها خالص، وبعد كده ببدأ ان انا الونها. ممكن تختار اي لون حضرتك محتاجه، مفيش اي مشكلة. عايز اوضح ان اللي انا بعمله ده هو نموذج علشان اثبت بيه القوة بتاعة
الشعر بتاع الشكارة نفسه ان انت تقدر تستخدمه في الجبس كتسليح للجبس نفسه، بدل ما تجيب اللي هو الكتان اللي هو شعر الكتان طبعا بيكلفك، فليه؟ فدي حاجة موجودة أصلا، فتقدر انت تعمل لها إعادة تدوير وتقدر تستخدمها. النموذج بعد ما خلص الصيص جميل جدا، بس أنا ما كانش عندي زرع بلدي، فحطيت الزرع اللي هو الزينة ده أو الزرع اللي هو الجاهز، علشان بس أوضح لكم الموضوع عامل ازاي. طبعا لما بيتحط فيه اللي هو الزرع البلدي، لازم تديله مادة بوليسترين من الداخل، طبقة أو طبقتين، وش يعني أو وشين، علشان خاطر الجبس مع المية ممكن يبوظ، أو بنسبة كبيرة هيبوظ، لكن لو في طبقة بوليسترين مستحيل إن هي تبوظ. طبعا تقدر تعمل الشكل زي اللي احنا شايفينه ده، تقدر تعمله باستخدام الأسمنت برضو مفيش مشكلة. أتمنى يا رب يكون الفيديو بالنسبة لكم مفيد، وتحت أمركم في أي سؤال أو استفسار، وأشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.